أعظم المعدات الثقيلة في العالم يجب أن تراها. رقم 1 HG 6000. عند العمل في مجال تطهير الأراضي على نطاق واسع أو معالجة الأخشاب أو إعادة تدوير النفايات الخضراء، يمكنك الاعتماد على HG 6000 المعاد تصميمه حديثا ليعطيك القوة والأداء الذي تستحقه. يتميز الموديل 6000 بمحرك B3 الذي تم اختياره خصيصا لتلبية متطلبات عمليات التشغيل، بالإضافة إلى تلك التي تحددها اللوائح الحكومية. كما يأتي مع شاشتين قابلتين للتعديل، مما يسمح لك بمزج وتطابق الشاشات لتلبية احتياجات منتجك النهائي لمجموعة متنوعة من التطبيقات. ما الذي يعني هذا بالضبط بالنسبة لك؟ ببساطة، يسمح هذا النظام لمزيد من التنوع في موقع العمل لتلبية احتياجات المنتج النهائي. من المهاد إلى أسواق الوقود الحيوي مع كل جهاز واحد. رقم 2 R974. تتميز الحفارة R974 بوزن يصل إلى 132 طنا، وتحتوي على ملحقات متخصصة مما يجعلها تصل إلى 43 متر. يمكن تشغيله خلال 360 درجة دون الاستقرار على شيء أو التأثر بأي حمل. رقم 3 سنبوجون 835. الجهاز يظهر فقط ما يمكنه فعله عند استخدامه في العمل. تتوج عمليات التطوير والاختبار الطويلة في بداية إنتاج السلسلة الفعالة من هذه المعدات، ويجب على الآلة أن تثبت قيمتها للعميل. يكاد يكون أي بيئة عمل أخرى أكثر تطلبا من المتطلبات العالية في مناولة المواد بالموانئ. كانت سنبوجن واحدة من أولى الآلات التي بدأت التشغيل في زنجة في هولندا في منتصف عام 2012. رقم 5 ليبر 44. وليبر 44 هو تطور كبير في مجموعة ليبر من معدات الأساس الخاصة والعملاقة. يمكن نقل هذه الحفارة بسهولة على الرغم من أبعادها الكبيرة وتوفر مستوى عال من الحركة في موقع العمل. يضمن محرك الأقراص الدوار مبتكر كفاءة استثنائية، وتشمل التطبيقات الممكنة تطبيقات الحفر وطرق الحفر المختلفة من أنفاق وخلافه. مارك السادس V1. تم تصميم مارك السادس للتعبئة وتصنيعه من خلال أجل الإنتاج عالي الجودة والتبديل. يعتبر مارك 6 متعدد الاستخدامات أيضا في تكوينات مقاييس المسار المختلفة. تم تصميم سدادات هارس كورايل من أجل تلبية المعايير المحلية للعميل.
RU800. RU800 آلة تعمل على خط سكة حديد، الوزن الخالي 692 طن. تعد RU800 أول ماكينة في العالم تقوم بعملية إعادة الإعمار. يبلغ طوله 700 متر مع إضافة الخرسانة المسلحة، ويصل إلى طول 800 متر و692 طنا، وهي من الآلات بناء المسار الفريدة. تنقسم الماكينة إلى المسار القديم أولا، وترفع قضبان التصليح وتضع قضبان جديدة، وترفع القضبان الجديدة وتضع القضبان على عربات السكك الحديدية، وتضيف العجلات الجديدة من عربة آلة بناء الجنزير قادرة على إكمال تحويل خط 1500 إلى 2000 متر كل 10 ساعات في اليوم. رقم 8 R934C. معالجات المواد R934C من ليبر التي تعمل في موقع العمل في إندونيسيا. يزن حوالي 38 طن متري. يستهلك وقود أقل من حفارة فئة 30 طن. وفي هذه الحالة بالذات يتم استخدام الاستبدال لعمل 4 وحدات من الحفارات فئة 20 طن بأذرع طويلة مع زيادة الإنتاجية. تيرنر CT 718. احصل على نتائج متناسقة في وقت أقل باستخدام تيرنر CT 718. تتميز الأسطوانة الكبيرة في CT 718 بسمك كبير يبلغ 1.76 لخلط وتهوية المزيد من المواد مع كل دوران، مما يسمح للمشغلين ببرمجة حمل ثابت لزيادة الكفاءة. معالجة حتى 5000 طن، أي 4535.9 طن متري في الساعة. يوفر المحرك C15 ثلاث قوة تبلغ 540 حصان على 402.68 كيلو واط من الطاقة. يساعد نظام محرك الأسطوانة متعدد الحجم والمتزامن والبنية الثقيلة على توفير حياة طويلة للآلة مع صيانة أقل. رقم 10 مطاحن السكك الحديدية. إن جهاز السكك الحديدية أو طاحونة السكة الحديدية هو صيانة للطريق أو القطار المستخدم لاستعادة المظهر الجانبي وإزالة المخلفات من المسارات البالية لإطالة عمرها وتحسين ركوب القطارات باستخدام المسار. تم تطوير المطاحن الحديدية لزيادة عمر المسارات التي يتم خدمتها لإصلاح السكة الحديدية. الطحن بالسكة الحديدية هو عملية تتم لوقف التشوه بسبب الاستخدام والاحتكاك على مسار السكك الحديدية عن طريق إزالة التشوهات والتآكل. مسارات السكة الحديدية التي توجه للاستخدام المستمر هي أكثر عرضة لتجربة الموجة والتآكل بشكل عام، وتستخدم المطاحن الحديدية لطحن المسارات عند وجود تموج السكة الحديدية أو قبل أن يبدأ تشكيل التموج على المسارات. تستخدم مسارات قطار الشحن الرئيسية مطاحن السكة الحديدية لصيانة المسارات على أساس الفاصل الزمني للحمولة.